بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا متابعي العاب القوى المصريه في كل مكان في مصر والوطن العربي، من استاد الاسكندريه الدولي وعلى هامش بطوله الجمهوريه لالعاب القوى تحت 14 سنه مواليد 2011 و2012. لنا لقاء مع المبدعه دائما دكتوره داليا محمود رئيس منطقه الاسكندريه لالعاب القوى، واحنا شفنا على مدار يومين وبطوله تحت 8 سنوات شغل رائع جدا جدا جدا، وبيشرفنا وجود دكتوره داليا معانا. اهلا بسعادتك دكتوره داليا. اهلا بحضرتك كابتن اسامه، الشرف ليا والله، والشرف ليا اكتر بوجود صفحه متخصصه واعلام العاب القوى الموازي اللي حضرتك جروب العمل قائم على ان احنا نحط فوكس على نقاط التميز عندنا. احنا لينا الشرف طبعا حضرتك بالاطراء بهذا الاطراء اللي بيسعدنا جميعا. دكتوره داليا، كيفيه الاستعداد لهذه البطولات من قبل منطقه الاسكندريه لالعاب القوى؟ احنا شايفين مجهود رائع ومجهود كبير جدا جدا من قبل حضرتك وفريق العمل، وطبعا دكتور امين شعبان عضو مجلس اداره الاتحاد المصري لالعاب القوى ابن الاسكندريه. بص يا كابتن اسامه، احنا كنا في لقاء ال 71 تقريبا، كنت مع حضرتك في استوديو العاب القوى، وحضرتك بسم الله ما شاء الله اديتنا موتيفيشن او دافعيه بان انديه الجمهوريه مستنيه احنا هنعمل ايه عشان ننظم بطوله الجمهوريه. رقم واحد طبعا الشكر موصول لمجلس اداره الاتحاد المصري لالعاب القوى برئاسه العميد حاتم فوده ومجلسه الموقر على الثقه الغاليه فينا، وده زي ما قلت لحضرتك بيحط علينا تاسكس اكتر او بيصعب المهمه. احنا دلوقتي مش بس بقينا عايزين نرضي اكبر قطاع من اولياء الامور واللاعبين والمدربين، لا احنا حريصين كمان في ظل حرصنا الفني والتقني والمهني ان البطوله تطلع كصوره فنيه من احسن ما يكون، وتنظيميا من اروع ما يكون، وتحكيميا من ادق ما يكون. لا احنا بقى عندنا تاسك زياده، الا وهو ايه الجديد اللي هنعمله عشان نقول للدنيا كلها والرياضه بصفه عامه المصريه والعربيه هي العاب القوى المصريه مش السكندريه، لان احنا جزء لا يتجزأ من الكل. احنا منطقه تتبع وتعمل تحت مظله الاتحاد المصري لالعاب القوى وفقا لسياساته ومعاييره اللي بتطبق بشكل واضح، واحنا حاسين بطفره ادائيه في كافه المجالات. زي ما قلت لحضرتك حاسين بمهام تفويضيه، فحاسين ان احنا كاسره او كجروب عمل عندنا كتير قوي عشان نديه، وهقول لحضرتك بقى اللي جنب بعد ما حضرتك تسالني السؤال الجاي. دكتوره داليا، انا هتكلم بشكل فني شويه عن البطوله. المستويات اللي شاهدناها في البطوله ارقام مميزه جدا في بعض السباقات. هو يعني نقدر نقول ان استاد اسكندريه من ناحيه انه وش حلو على اللعيبه وفلقه حسن على اللعيبه. ايه القصه اللي احنا شفناها؟ وكلمينا عن الارقام المميزه والمستويات الجميله جدا اللي شفناها هنا في البطوله تحت 14 سنه. طبعا كابتن اسامه، انا عارفه ان انت كشخص من ايام ما كنت لاعب وكلنا كلعيبه بنتفائل باستاد اسكندريه، تحس ان هو ايقونه كده لكسر الارقام وتحقيق معادلات صعبه. النهارده كان عندنا في بطوله الجمهوريه تحت 14 سنه وخصوصا في مرحله 2011 طفرات ادائيه. عندنا في الهوكي اسمه احمد مصلحي لاعب الهايك ستيب او المؤسسه العسكريه، ولا في احمد مصلحي جله. يوسف من الاهلي بتاع الهوكي. يوسف الاهلي فعلا، يوسف الاهلي كابتن مسرجه او كابتن احمد نصر، انا مش عارفه، لكن كابتن مسرجه. عندنا في الهوكي 73 متر وشويه. احنا بنقول ان ده مولد ومنشأ بطل، مش بس هيدي في لعبه او هنقول مثلا ان احنا دلوقتي ده منشأ ومنبت لرمي رمح. يعني من وجهة نظري انا مش بس كده، احنا عندنا مشروع بطل قومي احنا نشكله زي ما احنا عايزين. ما هي دي الاكتشاف الهويه الرياضيه. بالظبط. خاصه ان البطوله هي بتتلعب بنظام المركب، ان اللاعب المميز في مسابقه هياخد ترتيب فردي وبياخد ترتيب جماعي. دكتوره داليا، عارفين ان حضرتك مشكله لجان داخل المنطقه ومتطوعين داخل المنطقه لتنظيم البطولات. كلمينا حضرتك في هذه الجزئيه لو سمحت. احنا لما وانس ان احنا بيجي لنا التاسك او المهمه عشان نبدا ننظم، بنقسم نفسنا اللجان، واللجان بتتقسم وفقا لمعايير البطوله. يعني احنا عندنا لجنه الحكام بمعاييرها الفنيه، وبنبقى في تواصل مباشر مع الاتحاد المصري لالعاب القوى. في لجنه المسابقات كابتن محمد ابو فندي، طبعا دكتور امين عضو مجلس اداره الاتحاد ومشرف منطقه الاسكندريه، وزي ما حضرتك قلت ابن الاسكندريه. بنبدا نعمل لجان زي ما قلت لحضرتك تحكيميه فنيه، لجان تنظيميه، لجان خاصه بالتسهيلات الخاصه باجراءات البطوله، سواء من اجتماعات امنيه او من مرافق وبنيه تحتيه، او لجنه الادوات بقياده طبعا
كابتن ايمن ابو ضيف المدير التنفيذي للمنطقه. وبنبدا زي ما قلت لحضرتك قبل كده ندي مهام واضحه لكل لجنه، وبنقعد بقى مع بعض في كل فتره قبل البطوله طبعا بفتره كافيه، ونبدا نشوف ايه اللي اتحقق من المهام وايه الصعوبات اللي بتواجهنا، ونبدا نجد اكشن بلان بي، يعني حلول بديله، ونبدا بقدر الامكان نحاول نيسر. بالاضافه طبعا ان احنا كمنطقه اسكندريه، وانا عارفه كابتن اسامه انت كشخص حريص على دي، احنا بنحاول دايما نراعي المرحله العمريه اللي فيها اللاعبين تحت 12 او بنقول تحت 14 سنه و8 و9 و10 سنين، سيكولوجيا ونفسيا احنا عايزين نخلق نشأة او جيل قادر على العطاء والتميز والابتكار، جيل قادر على ان هو ينتمي للعبه، ينتمي لبلده، عشان نخليهم ينتموا للعبه ويحبوها، ونعمل انتشار شبكي لخطط الاتحاد وفقا للمعايير الفنيه. ده يستلزم منا الوقوف على بعض النقاط في المراحل العمريه دي، لان انا قلت ان هي مرحله فيصليه ومحوريه جدا. فانا بديله اللي هو عايزه، وزي ما حضرتك قلت احنا من خلال سباقات المركب في ال 14 سنه بنبدا نقف على نواحي التميز ونحدد الهويه الرياضيه اللي هيكمل فيها اللاعب، لكن في نفس الوقت انها كومبيتيشن، يعني احنا عندنا المنافسه منافسه رياضيه بناءه بتتقسم لمستويات، ففي النهايه كل لاعب واخد شهاده وميداليه، واخد جايزه تشجيعيه بسيطه تخليه دايما يفتكر الاثر اللي سابته العاب القوى فيه واثر البطوله اللي لعبها في اسكندريه. فنختلف عن باقي الاتحادات الرياضيه اللي بتتصارع على تبني المواهب والنشء، وتنتقي اللاعبين بسمات معينه علشان يبداوا في قطاع الممارسه يحددوا هم هيشتغلوا معاهم ازاي عشان يوصلوا لقطاع البطوله وتحقيق الارقام. دكتوره داليا، كلمه من حضرتك للكاميرا ولمجاميع منسوبي العاب القوى في مصر، سواء كان لاعب او طفل او مدرب او ولي امر او صديق، كل جميع منسوبي ومتابعي العاب القوى في مصر. انا بحبكم كلكم، بحب جمهوريه مصر العربيه، بحب العاب القوى جدا، من اصغر حد لاكبر حد، من اول الاطفال الصغيرين في المراحل العمريه المختلفه لاولياء امورهم اللي كانوا الدعم وشريك النجاح، ولولاهم ما كان الولاد هتبقى موجوده، للساده الافاضل رؤساء الاجهزه الفنيه والمدربين والاداريين، لجنه الحكام العليا ولجنه حكام منطقه اسكندريه ولجان حكام جمهوريه مصر العربيه، طبعا فرق المتطوعين والوزاره وكل من ساهم بالجهد والعطاء، الجنود المجهوله من الاتحاد المصري، الاداريين والتنفيذيين والسكرتاريه والعمال، اللجان الامنيه اللي بتامن البطوله. طبعا في الاخر الشكر موصول لقمه الهرم التنظيمي او اصحاب العرس، الاتحاد المصري لالعاب القوى برئاسه العميد حاتم فوده ومجلسه الموقر، واللي ادوا الفرصه لكل الناس دي انها تبقى مبسوطه وموجوده، وثقتهم الغاليه في منطقه اسكندريه. واعتقد ان اللي جاي احسن بينا كلنا، تكاتف جميع الجهود من اكبر حد لاصغر حد، تكاتف جميع العقول، لان العقل واختلاف عقولنا وفروقنا الفرديه في رؤيه الامور اكيد بيطور من المنظومه وبيدي لها ابعاد اعمق. ونفسي الالعاب القوى المصريه ان هي تبقى في القمه، مش بس القمه مصريا، القمه عربيا ومحليا وافريقيا ودوليا وعالميا. نفسي كمان ان احنا نصدر صوره، احنا بنقول احنا العاب القوى المصريه، احنا كلنا، مفيش اسكندريه ومفيش القاهره ومفيش جيزه في العاب قوى مصريه، كلنا هنقدر ندي. وهسمح لي هستعير المقوله اللي سائده الفتره اللي فاتت للاتحاد المصري، العاب القوى تستطيع. كنت لسه اقول العاب القوى تستطيع 2028 2032. لا، كلمه سياده العميد حاتم فوده رئيس الاتحاد. كلمه سياده العميد، احنا العاب القوى تستطيع 2024 2028 ان شاء الله، طفره ادائيه في كل حاجه ان شاء الله. شكرا ليك كابتن اسامه، شكرا لرقيك، شكرا ان التغطيه الاعلاميه هي تغطيه اعلاميه، مش فقط اعلاميه، تغطيه اعلاميه فنيه اكاديميه محترفه. متشكر يا دكتوره داليا. متابعينا متابعي العاب القوى المصريه في كل مكان، تابعونا في لقاءات اخرى مع قامات العاب القوى المصريه. شكرا لحضراتكم.